تطورات متسارعة تهز الميدان القضائي المغربي. أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالرباط قراراً حاسماً. القرار يقضي بإيداع قاضٍ يشتغل بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء السجن المحلي العرجات. هذا الإجراء جاء بناء على تحقيقات مكثفة انطلقت الساعات الماضية. المسؤول القضائي المعني حضر إلى جلسة الاستماع في البداية وهو في حالة سراح مؤقت، لكن بعد مواجهته بالمعطيات ومواصلة الاستنطاق من طرف قاضي التحقيق بمدينة الرباط تغير مسار الملف بشكل جذري، حيث تقرر رسمياً متابعته في حالة اعتقال وتوجيهه مباشرة إلى المؤسسة السجنية. خلفيات هذه القضية تعود إلى تداول مقاطع صوتية بشكل واسع جداً على منصات التواصل الاجتماعي. التقارير الإخبارية تشير إلى أن هذه التسجيلات توثق محادثات متبادلة بين القاضي الموقوف والناشط على منصة تيك توك هشام جيراندو والمستقر حالياً في كندا. المضامين التي احتوتها هذه التسجيلات الصوتية وصفتها مصادر متابعة بأنها حساسة للغاية وتتضمن معطيات خطيرة، وهو ما أحدث تفاعلاً كبيراً لدى الرأي العام. في الوقت الحالي تتواصل الأبحاث القضائية الدقيقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة لكشف جميع ملابسات وظروف هذا الملف الساخن. نشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء.